للاسف كانت فرصه صلاح الاخيره انه يحقق البالون دور. عثمان ديمبélé يستحق ومع كامل احترامي اللي بيتكلم على رافينيا واشباه رافينيا، انا في رايي رافينيا المركز الخامس ده حلو قوي عليه، وضد فكره ان لعيب وان سيزون وندر ياخد كده البالون دور ويمشي. جمهور برشلونه في الخلفيه بيسب دلوقتي. المهم يعني انا مش جاي اكلمك عن استحقاق ديمبلي للبالون دور، انا جاي اتكلم على فكره ان صلاح في المركز الرابع، وعلى حسب ما انا فاكر يعني صلاح ما دخلش في البالون دور في الثلاثه الاوائل خالص. ساديو ماني وفيرجيل فان دايك كانوا المركز الثاني، وصلاح عمره ما شم لا تاني ولا تالت. 34 جول و23 اسيست ما كانوش كفايه انك تخش في الثلاثه. هتقول لي ما فيتينيا يستحق انه يخش، هقول لك فيتينيا عمل موسم جامد فشخ، بس انا ما كنتش هتضايق لو جه رابع او خامس عادي جدا، لكن المفروض صلاح يعمل ايه عشان يخش في الثلاثه او حتى المركز الثاني. المهم يعني ان احنا داخلين على سنه كاس عالم، فاكيد صلاح براها، وفي رايي ده كان الامل الاخير لصلاح عشان يحقق البالون دور. السؤال هنا بقى، هل في ناس من اللي ترشحوا السنه دي هيترشحوا السنه الجايه زي رافينيا ويامال واكيد امبابي؟ يعني مثلا واحد زي هيو كيرس بمستواه ده مش هيخش حتى في ال30، لكن واحد زي امبابي ما خدهاش قبل كده، في رايي هيكون المرشح الابرز السنه دي انه ياخدها. هستنى رايك في الكومنتس، بس قبل ما تكتبوا ما تنساش تعمل لايك وفولو، والاهم من ده دعم اخواتنا اللي بيعانوا اشد المعاناه. كان معكم الفيرود وسلام.